السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي سويت تومي. النهارده هنعمل اكله لطيفه كده وحلوه وخفيفه، وهي مكرونه بالصوص المدخن وبانيه المشوي. اكله كده هتعجبكم جدا، وزي ما كاتبالكم في العنوان مش لازم عشان نعمل بانيه ومكرونه نعملهم بالطريقه التقليديه. اول حاجه هنتبل البانيه. معايا بصلايه مبشوره، ومعايا بابريكا وفلفل اسود وبهارات وورق لورا وملح، واللي هي البهارات اللي هي السبع بهارات. وبعد كده هنحط نص فنجال من اللبن، فنجال القهوة نصه لبن، او ممكن معلقة زبادي بديلها يعني. وهنحط حوالي معلقة صغيرة من العسل الابيض، بيدي تست حلو قوي للم... لل... للحوم يعني. ونص ليمونة بس كده هنعصرها، وهنقلب كل التتبيلة اللي انتوا شايفينها دي، وهتكون دي تتبيلة البانيه بتاعنا. زي ما قلت لكم ممكن نستبدل الزبادي باللبن وهيطري البانيه. معانا هنا نص كيلو بقى من البانيه، ويفضل ان هو يبقى قطع مليانة كده وسميكة، لاننا طبعا هنشويه مش هنقليه يعني. وعلى فكرة التتبيلة دي تنفع للبانيه المقلي، بس لو ضفنا عليها بضاية يعني ممكن تعمليها لطريقة البانيه المقلي اللي هو بالبيض والبقسماط، بس تحطي عليه بضاية على حسب بقى كمية البانيه. ونطلعه من التتبيلة على البيض على البقسماط على طول يعني. هنا بقى تبلنا البانيه هنحطه في التلاجة. بعد كده قطعت طماطم وبصل وتوم وفلفل احمر وفلفل رومي، ممكن نحط فلفل حراق لو تحبوا، وهنحطهم على الشوايه بتاعه الفرن. وهنا بقى بنسلق المكرونه، انا عاملاها مكرونه اقلام. هنا بعد ما طلعنا الطماطم والفلفل والبصل والثوم من الشوايه كده خدوا الشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنحط بقى كل الحاجات دي الصوص المدخن اللي هنعمل بيه الصوص المدخن. هنحطهم في الخلاط ونحط معاهم شويه ميه صغيرين تمشلنا كده الخضار ده، وهنضربه كويس جدا. وحطينا شوية زيت حلوين بقى في الحلة كده، ونزلنا بيهم نزلنا بالصوص ده على الزيت. على فكرة لو زيت زيتون هتبقى حلوة جدا. بعد ما سخنا الزيت ونزلنا بالصلصة، رشينا رشة فلفل اسود ورشة من السكر. حابين تحطوا بابريكا، حابين تحطوا شطة، انا حطيت هريسة شطة مش كتير. هريسة الشطة بتدي المكرونة طعم حلو ولون حلو جدا. هريسة الشطة اللي هو الفلفل الاحمر ده الحراق، سواء كان حراق دي هريسة الشطة. الهريسة اللي هي العادية بالفلفل الرومي الاحمر عملناها مع بعض قبل كده. بعد كده جبنا البانيه بقى عشان نشويه. اي طاسة عندك بقى نحط فيها شوية زيت صغيرين جدا. البانيه المشوي ده حلو جدا يا جماعة والله، للي ما جربوش صحي وحلو كده وخفيف، واكنك بتاكلي فراخ مشوية بشوية زيت صغيرين. هنحطها كده على الطاسة وهي سخنة، وبعد كده ما تاخد لون هنوطي على النار علشان بقى البانيه يستوي. طبعا يفضل ان احنا كده نقعد البانيه في التتبيلة يعني اقل حاجة 3 ساعات عشان يبقى ختم التتبيلة. ونقعد بقى نقلبه كده، نقلبه على الوش التاني ونوطي عليه علشان يستوي. بلاش نعلي عليه النار علشان ما يتحرقش مننا ويبقى في نفس الوقت ناشف، ياخد بس الوش من الجنبين وبعد كده نوطي عليه. وهنا بقى كنت مقطعه كده سلطة خفيفة، كابوتشا وفلفل الوان وجزر وبنجر وخيار كله مبشور. وهنا الصلصة كانت اتسبكت معانا، هنحط عليها المكرونة اللي احنا سلقناها. ممكن بقى نعمل اي نوع مكرونة احنا حابينه. انا المكرونة ما كنتش مسوياها قوي عشان بحب اسخن المكرونة مع الصلصة كده. لو المكرونة مستوية سوا كامل وسخنتيها مع الصلصة هتتهري مننا، لكن لو عملتيها نص سوا كده واديتيها تسخينة بسيطة مع الصلصة هتلاقيها حلوة جدا كده، ومش مكسرة ولا مقطعة ولا مهرية، تبقى احلى مكرونة. طبعا بقى اي نوع بقى
سباجيتي، اقلام، قواقع، اي حاجه. عايزه اقول لكم السيسو المدخن ده حلو جدا والله يا جماعه، وينفع ان انتوا تعملوا بيه تتبيله للفراخ المشويه لاي حاجه. هنا بقى نغرف الطبق بقى الحلو ده، بجد من الاطباق اللي بحبها جدا، بفضلها قوي كده. من واحد لما بيزهق من الاكل بعمل الاكله دي. نغرف بقى المكرونه كده، شايفين المكرونه مفلفله كده، مش مكسره ولا اي حاجه. وخدنا شويه سلطه، السلطه قلبتها على بعض ومحطتش عليها اي توابل ولا ليمون ولا ملح ولا اي حاجه. الورقيات دي تتاكل زي ما هي، ما نقطعش مع يعني ما نحطش عليها اي تتبيله ولا دريسنج ولا اي حاجه. وهنا البانيه المشوي بقى زي ما انتوا شايفين، واحلى طبق، ويعني اكله بجد يعني خفيفه كده وحلو. حابين تعملوا دايت نفس الاكله دي بس مكرونه مسلوقه، هتبقى حلوه قوي يعني. وطبعا ما تنسوش تعملوا اللايك والتعليق للفيديو، وسلام عليكم، باي باي.